بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل أخ وأخت بيخش عندي في القناة ويكتب لي كلمة حلوة من قلبه أو بيخش يبص على القناة حتى لو ما كتبش. شكرا، جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك فيكم يا رب. يلا بس بينا ندعي لبعض الأول، ده أهم حاجة، وبعدين نقول اللي احنا عايزينه. نقول أولا ربنا يرحم أمواتنا أمة المسلمين، واشفي كل مريض، ورزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم، اللهم آمين يا رب العالمين. دخلنا عليكم بالحامي كده والمواعين، قلنا بقى بدل لت وعجن والكلام الفاضي ده نخش عليكم بالمصلحة على طول، بالشغل على طول. مش عارفة أبدأ منين والله. أهم حاجة كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل يوم في انتوا بصحتكم بخير وبصحة وسلامة. كل سنة وانتوا دايما في بيوتكم منورينها. ربنا يجعله شهر سعيد علينا وعليكم، ويجعلها دخلة رمضان خير علينا وعليكم، ورزق أمة محمد أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. وكفنا شر البلاوي، دي أهم حاجة في الدنيا، وبعد كده كل حاجة هتمشي وهتبقى زي الفل. هنا بقى كان عندي كمية مواعين عايزة، يعني مش هقول لكم بقى ان والله اول مره المواعين تتكوم، لا لا، تصدقوني في المطبخ مليان. الحمد لله الحمد لله يا ولاد، رزق والله، رزق رزق. يلا الله المستعان، ربنا يعيننا ويعينكم يا رب العالمين على مطابخنا وعلى بيوتنا وعلى حلالنا وعلى معالقنا. نفسي ابدا شغل وانضف البيت والله العظيم، نفسي، ما اعرفش ليه يعني. في حالة تسود يعني مش انا بس، يعني انا بسأل الناس كلها، حالة تسود البلاد عامة، يعني ان تحس ان في كسل ووخم وما عندكيش القدرة ان انت تقومي تعملي حاجة كده. ان حد تعب تلاقي التاني تعب، لا مش عارفة تلاقي ايه اللي حصل، تلاقي اللي والله مش بدلكوا طاقة سلبية ولا حاجة، بس بجد بجد هي دي الحياة اللي احنا عايشينها الوقت. ما اعرفش في ايه، على قد ما احنا كل يوم ربنا بعنا وبنقوم نعمل، بس برضك تحسوا ان في حالة غريبة كده، حالة ان انت مش عايزة تقومي تعملي اي حاجة خالص. خلاص انت مستسلمة للقعدة، مستسلمة ان انت مش مهم بكرة، مش مهم بكرة. اه والله العظيم. فربنا يستاهل ويعدينا من الحالة ده على خير كده، ونقوم نشوف مصالحنا، ونقوم بقى نشد الهمة كده وننظف بيوتنا. والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. مش احنا عندنا يعني البهدلة اللي هي بس ممكن تكون من على الوش، بس الحمد لله، يعني الحمد لله ايدنا في البيت على طول وشغالين. بس برضك انت بتبقى حاسة ان انت فرحانة قوي لما يكون رمضان داخل كده، وانت تقومي كده بكل عزم ونشاط كده، تقومي نكشة الدنيا كده، وشايلة المراتب ومنظفة تحت السراير وشادة الدواليب ومسحة الحيطان ومش عارفه ايه. لا لا لا، طاقة إيجابية بتبقى رهيبة رهيبة، وفرحة وسعادة وحاجات كده. واحنا واقفين بنتكلم غسلنا المواعين الحمد لله اهما منورين. حتى حلة الزيت غسلتها، كمان كنت نقع الفوط غسلتها، غسلت كمان البتوع اللي هم السيليكون دول. هنشر بقى الفوط كده، اعزكم الله الجردل ده انا بحطه جنبي على الحوض بقى، لو في مثلا بواقي زبالة مثلا في حاجة، عشان ما اقعدش كل شوية واطي واقلب يعني وافتح جردل الزبالة، اعزكم الله يعني. ببقى جنب على الرخامة كده، بحط في كيس و والم في الحاجه، يعني فضيته وشلت الكيس رميته، وبنقع في بقى اللي هي الفوط والحاجات دي. والجوانت ده كنت لابساه عشان كنت البتاع ده كنت بغسل بيه فرن البوتاجاز، بس ما جبتوش معاكم، كان واقع في حاجه واتحرق يعني، وبغسل بيه فرن البوتاجاز وكده. فالمهم يعني ايه، خلصت الدنيا. وكان عندي خضره محشي كنت غسلاها وسايباها تتصفى علشان هخرطها واحطها في التلاجة. والطماطم دي كانت عندي في التلاجة، كنت غليها قبلها بيومين على اساس ان انا اعمل صلصه واحطها في التلاجة. كانت عندي الطماطم ده هتبوظ يعني، فالمهم قلت الحقها قبل ما تبوظ، وقمت ايه حطها على النار، سبتها تغلي غلوتين بحتتين بنجر. والمهم يومها ما فضتش ان انا، او ما جاليش الفرصه ان انا اعملهم، يعني ان انا افرمها وكده وان انا اصلصلها وكده، فحطيتها في التلاجة. بصراحه خفت عليها لا تبوظ، يعني مفيش مشكله. فالمهم جالها الوقت ان انا اطلعها ونعمل صلصه ونشوف حالنا. وغسلت البوتاجاز ونضفته، وحلت الزيت، صفيت الزيت في طبق زي ما انتم شايفين كده، كانت على البوتاجاز برضو، غسلتها ونضفتها. المهم ان انا لميت مواعين المطبخ كله، ايه غسلتهم ونضفتهم، وغسلت الحوض والحمد لله. يعني كنت اساسا مسحت البيت من تحت كده، ومسحت المطبخ ونضفته، بس عشان ايه ما اطولش عليكم الموضوع دي، يعني دي حاجه ايه عادية. المهم رهف قاعدة عايزة تعمل هي الطماطم، قلت لها ماشي. مسكت ضربت الطماطم كلها، شلت البنجر خلاص رميته، ومسكت الطماطم كلها ضربتها، وفي المصفى صفيتها في حلة تانية زي ما انتم شايفين. والزيت اللي في الطبق زيت انا مصفياه اللي كان في الطاسة يعني، بس هستخدمه تاني لانه لسه نضيف.
المهم هنا بقى عشان هعمل حبة مكرونة، يعني النهاردة هنعمل أكل عادي، يعني هنعمل مكرونة سباكيتي وبطاطس والحمد لله. المهم بما إني أنا ضاربة طماطم، فالمهم حطيت شوية زيت وقمت حاطة الصلصة، وهحط على حبة بابريكا وفلفل أسمر وملح، وهحط كمان نص معلقة سكر عشان حموضة الطماطم، وخلاص بقى هغطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. صلصة المكرونة لها 100,000 طريقة، عايزة تعملها بتوم براحتك، عايزة تعملها ببصل براحتك، عايزة تعملها بفلفل وتوم براحتك، لكن مطلق الحرية. عايزة تعملها بزعتر، اللي انت عايزاه اعمليه، لكن مطلق الحرية في الأكل، اللي انت البهارات والحاجة اللي انت بتحبها احنا بنحبها كده عادية. المهم بما اني هعمل الطماطم تقلية، يعني هعمل لها بصل، فقشرت شوية بصل وجبتهم، قولوا مثلا الى نص كيلو بصل، الله المستعان. المهم ضربتهم في الكبة، يعني ايه ما ضربتهمش ما نعمتهمش قوي، وغسلت الحلة اهون وحطيتها صف المية اللي فيها بس، واحط بقى زيت اكني هقلي تقلية عادية يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. 3/4 الفيديو اساسا ما جبتش اللي انا بشتغله معاكم، لان كنت عايزه انجز وكان ورايا شغل كتير والله. الحمد لله وانجزنا الحمد لله. عشان تعرفوا ان الستات لها 100 ايد، مش ايد واحده والله، يعني ممكن الراجل يشتغل شغلانه واحده، انما احنا بنشتغل 100,000 شغلانه في اليوم. الله المستعان. برضك ربنا يخليهم ويدوم الصحة ويعينهم يا رب العالمين. المهم ان احنا هنا ايه، حمرت البصلايه نص تحميره كده، او يا دوبك اصفرت او دبلت، وبعدين هحط بابريكا. البابريكا دي بقى بتخلي هتشوفوا وش الطماطم مزيته كده، واساسا بتحمر الطماطم، لان كنت حاسه ان الطماطم مش حمراء قوي. تمام خلاويص. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تسمي الله في اي حاجه عشان ربنا يبارك لك فيه. المهم ان انا هنا حطيت الطماطم على البصل، طشيت التقليه عادي يعني، بس الطماطم هنا كانت متسبكه شويه، شايفين الزياده الحمراء دي من البابريكا والزيت بتاع البصل. المهم هسيبها تغلي غلوتين، بما ان الطماطم اساسا متسبكه برضك يعني، بس ما كنتش مسبكاها قوي اهو. هسيبها بقى تتسبك كده، تعمل لي صلصه عاديه. حطيت حبه ملح وحطيت حبه سكر عشان حموضه الطماطم، وهغطي عليها واسيبها. وتقلية المكرونة كمان بتتسبك، وكده خلصنا. خلاويص. نعمل ايه بقى بعد هذا المجهود العميق؟ نعمل كوباية قهوة كده، عشان انا دماغي صدعت بصراحة. يا رب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عملنا كوباية القهوة المتينة، وهقعد أشربها، وبعدين نقوم نشوف هنعمل إيه. تفضلوا اشربوا معايا قهوة، عشان لسه ورانا شوية معمعة كده. الخضرة اللي أنا كنت غسلاها وحطها في المصفى أهو، همسكها بقى أخرطها. في جزء بحطه في الفريزر، بعبيه في كيس واحطه في الفريزر عشان بينفعني في المحشي والحاجات دي، وجزء تاني بحطه في علبة تلاجة. هتشوفوا دلوقتي بحطه تحته منديل وفوق منديل، بيفضل معايا بال20 يوم في التلاجة. بحطه على سلطة، بعوزه الحاجة ما عوزتوش وحاسه ان هي هتبوظ، بقوم معبيها في كيس وحطها في الفريزر. ماشي تمام. هنا زي ما انتم شايفين بقى، مسكت الخضره كده زي الشطر، اقطع. هسيبها يعني من غير تقطيع، لو النبي اللي احنا مقطعينها يا اختي، كل حاجه بتنفع يا ولاد. المهم هنا زي ما انتم شايفين، وانا بعشق السلطه وبحب الخضره الحمد لله. هنا زي ما انتم شايفين اهو، هي علبة التلاجة بحط تحتها منديل، عشان ليه؟ علشان تمص الرطوبة اللي في الخضرة على طول، ما تخليهاش تبوظ او تعجن بقى او تسود او كده. الخضرة تكون ناشفة كويس قوي، وتقومي في العلبة حاطة منديل مجوز من تحت ومن فوق، فتشرب كل الرطوبة من تحت ومن فوق عرق التلاجة او الرطوبة اللي بتبقى في التلاجة، فما تبوظش الحاجة. تمام. هنا زي ما انتم شايفين خلصت الخضرة خرط خلاص، واحطها في العلبة بتاعتها. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه كده كمان. هنخلص، انا اساسا هجيب لكم الاكل خلاص بعد ما اخلص يعني. ادي الخضرة هنا زي ما بقول لكم بقى، اجيب منديل اهو، هتنيه مجوز كده، واقوم مغطيه العلبه واسيبها. هنا خلصت الصلصه وبردت والحمد لله. ودي الخضره اللي انا خرطتها معاكم. عبيت الصلصه في العلب دي، الصلصه اللي من غير بصل حطها في اكياس تلاجة، والصلصه اللي ببصل حطها في علب، علشان ابقى عارفه دي من دي. يعني انا لو هعمل مثلا طبيخ بصلصه وبصل وكده، تبقى دي متقليه جاهزه هطلعها معاه. يلا بينا نشوف اكلنا، والحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. كان عندي جرجير، وعملنا كيسين مكرونه سباكيتي، وقلينا بطاطس، واللي عايز مخلل طلعت له، والحمد لله. اللهم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. وادي يوم وعدى ندور على اللي وراه. اتمنى يا رب اكون عند حسن ظنكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.